أهلا بيكم في رسائل المنام. النهاردة معانا حلم جديد جالنا من متابعة على صفحة رسائل المنام على الإنستجرام. خلينا نبدأ ونسمع الحلم. الحلم بيقول: والدي حلم إن في شعراية في حلقه وكان بيحاول يشدها ويطلعها، بس كانت قوية ومش راضية تتسحب. طيب تعالوا دلوقتي نشوف تفسير الرموز اللي ظهرت في الحلم. رؤية شعرة في الحلق في الحلم وبيحاول يطلعها بس تبقى جامدة ومش راضية تطلع، ده غالباً بيدل على هم أو مشكلة والدك بيحاول يتخلص منها بس مش قادر بسهولة. كلام أو موقف جواه عايز يقوله بس متردد. مسؤوليات تقيلة مش عارف يهرب منها أو يخلصها بسهولة. حد أو علاقة مسبباله إزعاج وبيحاول يبعد عنها ومش عارف. ولما الشعرة ما تطلعش فده معناه إن المشكلة نفسها جامدة وعايزة صبر أو طريقة تانية عشان تتحل. الموضوع مش شيء سلبي، هو ضغط نفسي، والله أعلم. لو شايفة إن الحلم ده قريب من اللي والدك بيمر بيه، اكتبيلي في التعليقات. انتي كمان لو عندك حلم وعايزة تعرفي رسالته، اكتبيلي في التعليقات أو لينك الصراحة، وممكن يكون الفيديو الجاي عن حلمك انتي. ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس وتستني تفسير حلم جديد من رسائل المنام.